جماعة النهارده هعمل تمثال للجوكر بتاع سبايدر مان، هيبقى عالمي قوي بجد. واول حاجه اشتريت ماسكات كتير علشان اعملهم بعدين، وهستخدم دول دلوقتي. دخلتهم على الفوتوشوب علشان اختار الحته اللي اقطعها بالظبط، ورسمت المقاس على الحقيقه، وقطعت الماسك وظبطت مقاسه على الماسك التاني وقطعته برضه. بعدها ثبتهم الاتنين في بعض ولزقت كل حته علشان اعمل القالب، وجبت ميه حطيت عليها جبس وصبيته علشان اعمل اول جزء بتاع الوش، وخدت عصايه المقشه قلعتها خالص ورشيتها اسود ميتاليك، وعملت القالب بتاع الراس بورق، وزودت برضه الجزء بتاع الرقبه. بعدها حطيت رمل وشعر اصفر ودرع تيك توك، وحطيت العصايه في النص عشان هي اللي هتثبت في القاعده وتشيل الوزن كله. وبدات اصب، عملت برضو فتحه علشان اصب الرقبه، وسبته شهرين ينشف. وشلت الزياده اللي في عين الجمجمه، وبرضو ظبطت شويه الملامح بتاعت محمد سمير، وشلت شويه من الرقبه علشان تبان مقطوعه، وعملت 3 طن جبس علشان اكمل القفا وباقي الراس. وجبت الحله اللي بتبقى في كل بيت مصري، وعملت ايدي شنيور علشان اعمل الفتحه اللي يثبت عليها محمد سمير، وصبيت الجبس في الحله وادخلها الفرن على درجه حراره 620. بعد ما الجبس نشف خالص نضفت كل حاجه زياده في الوش، وبدات انحت القفا والراس، وبعدها قعدت اخرم في عينه بالميني كرافت علشان اعمل التجويف بتاع العين، وحطيت بليه مكانها واقول له كل دلوقتي. وغطيت كل التمثال بالجبس حتى الوش علشان ازود التفاصيل، وحطيت طبقه على الشعر علشان اسرح له شعره، وشلت البليه ودهنته كله ابيض الاول علشان اعزله. وبعد ما نشف عملت نفس درجه لون الشعر بتاعه الجوكر ولونته كله طبقه الاول، وبرده عملت عين الجمجمه باكليريك اسود، وجبت بودره بتنور في الضلمه وحطيتها على ايبوكسي ومعاهم بودره سودا علشان العين تبان سودا بس تنور في الضلمه. عملت التفاصيل بتاعه الشعر وزودت اصفر واسود، وقفلت الحواف بمعجون وخليته خشن ولونته احمر الاول، وبعدها عملت التفاصيل علشان يبان ان الجزء ده مقطوع من الراس. وعملت برده تفاصيل الوش بتاعه الجوكر، وحطيت البليه تاني مكان العين، وعملت تفاصيل الرقبه، ورشيت القاعده من تحت اسود، وبرده رشيت العمود تاني، ورشيت القاعده نفسها جولد بس حسيتها مش هتبقى حلوه قوي فرجعت رشيتها تاني اسود. ودي كده النتيجه، مش عارف بصراحه بس انا بجرب، عايز اعرف رايكم بجد، وفول لايك لو عجبك الفيديو.